تعالى كده اقولك ازاي تعمل مربى الجوافة بمكونين فقط. لكن ثانية واحدة، هو في حاجة اسمها مربى جوافة؟ اكيد فيه، وكل اللي هتحتاجه شوية جوافة وشوية سكر. لكن الاهم قبل ما نبدأ نصلي على النبي واعملوا لنا لايك لانكم مقصرين في حق اللايك شوية، واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. هتنزلوا السوق تجيبوا الكمية اللي انتوا محتاجينها. احنا هنا استخدمنا 2 كيلو ونص. طبعا تقدروا تجيبوا الكمية اللي انتوا محتاجينها. هنقسم الكمية اللي معانا نصين. طبعا ده الجزء التاني لاننا في الجزء الاول خزنا الجوافة بالتجميد، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف او هيظهر على الشاشة دلوقتي. والنص التاني من الجوافة اللي هو حلقة النهاردة هنحول الجوافة لمربى علشان تستفيد بفوائد الجوافة حتى لو مش بتحب تاكلها طازة. في التخزين بنستخدم الجوافة المتماسكة لان ده انسب للتخزين، لكن في المربى يفضل الجوافة المستوية او الجوافة الطرية، وده طبعا لانها هتدوب بسرعة وهتدينا قوام ناعم. خلصنا مرحلة الفرز، تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الغسيل. بصوا انا زهقتكم بالحوار ده في كل فيديو، لكن اهم مرحلة معانا في الفيديو كله هي مرحلة الغسيل، وده لان اي فاكهة او خضار موجود في السوق المصري مليان اتربة وبقايا مبيدات، فنعمل اللي علينا ونتوصى مرحلة الغسيل كويس. واهم حاجة طبعا صلى على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. ولو لسه ما عملتش لايك مستني ايه؟ خلصنا المرحلة دي وغسلنا الجوافة كويس. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التجهيز. كل اللي هنحتاجه في المرحلة دي هي سكينة ومعلقة، وهنبدأ نشيل الجزء القاعدي والجزء المدبب من الجوافة، وكمان اي حتة شكلها مش كويس او مصابة في الجوافة هتشيلها. خليني كده اقول لك نبذة سريعة عن فوائد مربى الجوافة. اول حاجة بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقوية الجهاز المناعي. تاني حاجة غنية في فيتامين سي اللي بيساعد على تحسين صحة البشرة وتقوية الجسم ضد الأمراض. تالت حاجة بتحتوي على نسبة جيدة من الألياف اللي بتساعد في تحسين صحة الهضم. رابع حاجة مصدر طبيعي للطاقة وخاصة الأطفال والرياضيين. خامس حاجة بديل صحي للحلويات الصناعية لأنها خالية من المواد الحافظة. سادس حاجة مناسبة للأشخاص اللي مش بيحبوا أكل الجوافة لكن هتديهم نفس فوائد الجوافة لكن بطريقة ألذ. وأخيرا مناسبة لمرضى السكر لو استخدمنا سكر أقل في طريقة صناعتها. أنا لو منكم اقوم اعمل مربى الجوافه دلوقتي حالا. نرجع لموضوعنا، هنقطع الجوافه نصين وبعدين نشيل منها البذور. في طريقه تانية بنشيل منها البذور غير طريقه المعلقه، وهي انك بعد ما بتسلق الجوافه وتضربها في الخلاط او الكبه وبعدين تصفيها من البذور. وبالمناسبه لو فاكر ان البذور دي هتترمي تبقى غلطان، واستنى لاخر الفيديو عشان تعرف ازاي هنستفيد منها، او اكتب لنا في الكومنتات تتوقع هنعمل بيها ايه. خلصنا مرحله التجهيز، تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده وهي مرحله الطهي او التسويه او التركيز زي ما تحب تقول. قول حلتكم الجميلة على النار وتنزلوا فيها بالجوافة وتسيبوها تغلي حوالي نص ساعة. بعد كده نرفعها من على النار ونجهز كمية السكر اللي هنحتاجها. هكلمك عن السكر، لكن دلوقتي هنسيب الجوافة تبرد شوية، وده لان الكبة عندي مش بتستحمل الحرارة العالية. ولو عندك هاند بلندر او كبة بيستحملوا الحرارة العالية او حتى خلاط تقدر تشتغل على طول. على ما نضرب الجوافة تعالى نرجع لموضوع السكر. السكر في المربى اختياري لان في ناس عندها مشاكل مع السكر وناس تاني مش بتفضل السكر زي انا كده مثلا. لكن طبعا لو عايزها مظبوطة يبقى كل كيلو من المادة الخام نص سكر. تقدر تزود او تقلل على حسب الرغبة. في معلومة كده بتقول ان الجزء الخارجي للجوافة فيه فوائد اكتر من الجزء الداخلي. صلوا على النبي لو لسه ما صلوتوش على النبي، ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لنا لايك، ولو جديد معانا اشترك في القناة. وهنا نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي قبل الاخيرة، وزي ما بيقولوا كده ما تبوظش الطبخة علشان رشة ملح، فركز معانا في الخطوة دي كويس. هتنزلوا بالخليط على النار ونهدي النار شوية علشان ما تتحرقش مننا. والهدف من المرحلة دي اننا بنقلل نسبة المية لاقصى درجة، وده لان المية هي السبب الرئيسي لفساد اي منتج غذائي. طيب لو عايزين نضيف نكهة تاني مع الجوافة نعمل ايه؟ اول حاجة ممكن تضيفوا عود قرفة مع مية السلق هيدي طعم مميز، او تضيفوا رشة فانيليا هتدي ريحة جميلة، وكمان ممكن نضيف عصير ليمون مع الجوافة هيحافظ عليها من الفساد. نيجي بقى لحاجة مهمة، مدة صلاحية المربى قد ايه؟ ممكن نحتفظ بيها في التلاجة من 3 ل 4 شهور. طيب اعرف ازاي ان المربى استوت؟ هناخد معلقة منها على طبق بارد، لو ما سالتش بسرعة يبقى كده تمام. المرحلة اللي لازم تخلي بالكم منها وهي مرحلة التعبئة. هتجيب برطمان معقم يفضل يكون ازاز وهتعبيها وهي سخنة ويفضل بمعلقة خشب. وبكده نكون وصلنا للسؤال اللي سألناه في اول الحلقة، هنعمل ايه في البذور؟ هنجفف البذور دي وهنزرعها في البيت، وهسجل لكم الخطوات في فيديو. لو عجبكم الفكرة اكتبوا لنا في الكومنتات، وكمان عملنا منها احلى كوباية عصير. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.